انتهت نتيجة مباراة الجيش الملكي ضد أولمبيك الدشيرة ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة كأس التميز المغربي بانتصار مريح للفريق العسكري. وخاض الجيش الملكي مباراة اليوم ضد أولمبيك الدشيرة بهدف تعويض الخسارة التي تعرض لها خلال الجولة الماضية ضد اتحاد يعقوب المنصوري. وشهدت تشكيلة الجيش الملكي لهذه المواجهة مزيجاً من عناصر الفريق الأول وأسماء أخرى من فريق الأمل، بهدف الوقوف على جاهزية اللاعبين قبل لقاء المريخ السوداني في دوري أبطال إفريقيا. ولم يشهد الشوط الأول من مباراة الجيش الملكي وأولمبيك الدشيرة الكثير من المحاولات السانحة للتسجيل، حيث انحصر اللعب في وسط الميدان دون مبادرة حقيقية من كلا الفريقين. واضطر أولمبيك الدشيرة لإكمال المواجهة بنقص عددي بعدما حصل مصطفى أمزيل على بطاقة حمراء قبل نهاية الشوط الأول بثوان معدودة. وفي الشوط الثاني ضرب الجيش الملكي بقوة، حيث أحرز أمين زحزح الهدف الأول للفريق العسكري عبر تسديدة قوية من داخل مربع العمليات بعد ارتباك دفاع في صفوف الخصم. وفي الدقيقة 82 أحرز زكريا أشغلال الهدف الثاني للجيش الملكي بعدما تابع كرة مرتدة من القائم الأيسر ليؤمن النقاط الثلاثة لفريقه. وبهذا الانتصار يكون الجيش الملكي قد رفع رصيده إلى 3 نقاط، محتلاً المركز الثاني خلف اتحاد يعقوب المنصوري الذي سيلعب غداً الأحد مع حسنية أكادير متذيل الترتيب.